السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع علينا الأستاذ عمرو الدرديري من نبغة نادي الزمالك واللي مقطع البرامج ليل ونهار، والكلام بتاعه مفيد، الكلام اللي بيقوله علشان كده بيستضيفوه، وعلشان كده ليه جمهور بيسمعه، بس جمهور الزمالك. تعالوا نشوف كان بيتكلم على مباراة الزمالك مع البوليس الكيني كان بيقول ايه، وايه الكلام اللي كان بيقوله على نادي الزمالك. كلام مهم ولا مش مهم؟ تعالوا نشوف. الزمالك فاز على البوليس الكيني 1-0 في مباراة ولا أروع في الشوط الأول. عبد الله السعيد تألق، عبد الله السعيد لاعب كبير، عبد الله السعيد نجم كبير. عبد الله السعيد تألق، جاب جون نادي الزمالك وما عملش حاجة تاني، والزمالك فاز بالجون ده 1-0. عبد الله السعيد لاعب كبير عنده 40 سنة. عبد الله السعيد نجم كبير. طب هنعمل ايه؟ نضرب له 3 طلقات في الهواء احتراما وتقديرا للتألق، وانه لاعب كبير، وانه نجم كبير. نفتح القوس، نحط ال3 دول ونقفل القوس. عبد الله السعيد زيزو عبد الله السعيد، الاثنين تألقوا. عبد الله السعيد زيزو عبد الله السعيد. ليه الخيله دي؟ هتخيلنا ليه؟ ما تقول ان الاثنين لعبوا كويس وخلاص ريحنا، ما تخيلناش معاك. أدوا مباراة جيدة، شوط أول ولا أروع. الزمالك كان بيهاجم وخد المبادرة في الشوط الأول، وكان شوط أول جيد. ايوه كان شوط اول جيد، ده كويس. في حاجه عندك عايز تقولها بالنسبه للشوط الاول، ولا كده الشوط الاول خلاص بالنسبه لك انتهى؟ عايز تتكلم في الشوط الثاني؟ مسموح لك تقول اللي انت عايزه، قول يا عم. لكن سرعان ما اختلف الحال في الشوط الثاني. جماهير الزمالك حاطه ايدها على قلبها من اداء الزمالك في الشوط الثاني. اداء نادي الزمالك مش مطمئن، وجمهور نادي الزمالك حاطط ايده على قلبه. وهو من امتى جمهور نادي الزمالك ما كانش حاطط ايده على قلبه في اي مباراه بيلعبها نادي الزمالك؟ يا راجل غير الكلام، قول كلام جديد. قول مثلا جمهور نادي الزمالك كان واثق في ان الزمالك هيفوز في مباراته دي وهيطلع فايز على البوليس الكيني. انما انت كده بتشكك جمهور نادي الزمالك في الزمالك نفسه. اداء الزمالك غير مطمئن تماما. اخطاء دفاعيه كارثيه. اخطاء دفاعيه كارثيه. احنا عايزينها لازمانه في مباراه السوبر ان شاء الله علشان نفوز على نادي الزمالك. تغييرات من مستر جوميز ولا ليها اي لازمه، تغييرات غريبه جدا. تغييرات مستر جوميز، تغييرات ولا ليها اي لازمه. طب الراجل هيعمل لكم ايه؟ دي اللعيبه اللي موجوده عندكم، دي اللعيبه اللي موجوده، وهو اللي موجود على الدكه، هو اللي عمل به التغيير في الملعب. هيجيب منين الراجل؟ دي لعيبتكم. لم تضيف للفريق اي شيء، بل كيرف الاداء نزل وتراجع تماما. الكيرف تراجع تماما. طيب ما تجيب لهم كوريك او ترفعهم على سلم علشان يمكن الكيرف يرجع تاني قبل مباراة السوبر مع النادي الاهلي. يلا كده اتصرف، شوف لك صرفة. واضح ان الفريق مش جاهز فنيا ولا بدنيا. واضح جدا ان الفريق فنيا مش جاهز. واضح ان الفريق مش جاهز فنيا وبدنيا، وبتأكد على فنيا. طيب امال المدرب بيعمل ايه؟ والفترة اللي فاتت كنتوا بتعملوا ايه؟ ده انتوا كنتوا داخلين كاس مصر عشان تاخدوا كاس مصر، بس طلعكم طلائع الجيش. هنعمل ايه؟ واضح ان قرايه المباراه ما كانتش على المستوى المطلوب. قراية المباراة. طب ما يعني ياخد حاجة كده، وسيلة مساعدة، سلاح التلميذ أو الأضواء هتساعده في قراية المباريات. واضح ان بدنيا الفريق كمان مش جاهز، لان الشوط الثاني كيرف الاداء نزل جدا. الكيرف نزل. طيب هات له سلم طلعه، أو أقول لك هات له كوريك ارفعه بيه عشان الكيرف يعلى تاني. الاخطاء الدفاعيه الكارثيه موجوده. الاداء الممل بتاع الزمالك اللي ظهر في نهايه الدوري موجود. الأداء الممل موجود اللي اتعمل في نهاية الدوري. يعني الزمالك مفيش تغيير. امال فين يا عم انت الصفقات اللي كنت بتقول عليها، وبوبينزا وموبينزا وفوبينزا والناس دي؟ وبعد كده انت طالع ومنزل له صورة ان هو خلاص دلوقتي بياخد شاور، وخلاص هيطلع من بعد الشاور هيجي يركب الطيارة وهيجي على هنا. فين الكلام اللي انت كنت بتقوله ده؟ فبالتالي جمهور الزمالك حزين جدا. جمهور الزمالك مش مطمئن على الاداء. احنا كجمهور النادي الاهلي احنا عايزين جمهور نادي الزمالك ما بقاش مطمئن، وعايزينه يفضل حاطط ايده على قلبه في مباراة الاهلي والسوبر.
انت ايه رايك في مباراه الاهلي والسوبر؟ لان عنده وكل تفكيره في مباراة السوبر مع النادي الاهلي بطل دوري الابطال يوم 27 من الشهر الحالي، فبالتالي مفيش وقت للاصلاح. لا يا استاذ عمرو، انا مش معاك. في وقت للاصلاح، والاصلاح بيجي بقرار واحد، ان الزمالك ينسحب من السوبر الافريقي وتنتهي القصه والدنيا ترتاح. لكن الجمهور قلقوا ان شايف ان مستر جوميز بيعتمد على النماذج القديمه، على نفس التشكيله القديمه، على نفس اللعيبه القديمه اللي اثبتت معظمها اثبت فشله. اثبت فشله؟ يعني كده لاعيبه الزمالك اللي موجوده فيه حاليا فاشلين؟ طب مخلينهم ليه؟ بتلعبوا بيهم ليه؟ انت يعني خلي بالك ان انت الكلام بتاعك برضه متناقض. يعني انت الزمالك هي نفس اللعيبه دي وبتلعب بيها شوط اول حكايه، وتيجي بعد كده تضرب في لعيبه نادي الزمالك. انت جاي على نادي الزمالك ولا جاي معاه عليه ولا معاه؟ ريحنا، انت مع مين؟ انت عندك مشكله في نص الملعب واضحه جدا، عندك مشكله دفاعيه واضحه جدا. في الوقت اللي مستر جوميز بيقول ان ما عندوش مشكله دفاعيه ومش محتاج مدافعين ومش عايز مدافعين، احنا عايزين نشوف الكوارث بتاعت نادي الزمالك في الدفاع في مباراه السوبر مع النادي الاهلي. يبقى شكرا لكم جدا. انت بتشوف في المباراة كوارث دفاعية، كوارث بمعنى كلمة كوارث دفاعية. صحيح في لعيبة بره الخطوط لسه هتلعب او ما تأيدتش في المباراة دي. طب يلا الحقوا ايدوهم علشان يلحقوا مباراة السوبر، علشان كمان الكوارث بتاعت خط الدفاع تظهر في مباراة النادي الاهلي وتكمل بالمرة. يلا الحقوا ايدوهم. يعني حسام عبد المجيد علامة استفهام أداؤه، بالرغم إن كان في دورة الألعاب الأولمبية متميز جدا، لكن سرعان ما كيرف أداؤه بدأ يهبط وينزل، وشفنا أخطاء ساذجة جدا جدا لحسام عبد المجيد. طيب ده عيب لعيب ولا عيب مدرب ولا عيب جهاز إداري؟ أقول لك على حاجة، اديله شوية مقويات، اديله شوية بليلة. عمر جابر كان عنده اخطاء، صحيح بيلعب مش في مكانه لكن عنده اخطاء. محمد شحاته كان ثغره في الناحيه اليمنى، مش مكانه طبعا لكن كان ثغره في الناحيه اليمنى. عمر جابر ومحمد شحاته، امال انت كده هتخلي مين في اللعيبه بتاعت الزمالك تلعب في مباراه السوبر قدام الاهلي؟ لما انت بتشرك في اللعيبه دي يبقى فاضل ايه تاني؟ نص الملعب حدث ولا حرج. دونجا بعيد عن مستواه جدا منذ نهاية الموسم الماضي. دونجا بعيد. لا استنى، دونجا بعيد ايه؟ ده دونجا في بداية الموسم، بداية الدوري العام 23-24 كان بيقول لك ان احنا هنحصل على بطولة الدوري المصري والسوبر الافريقي وبطولة الكونفدرالية، هنحصل على الثلاثية. يبقى انت جاي بتتكلم عليه دلوقتي وتقول عليه بعيد؟ امال فين الراجل ده الكلام بتاعه؟ اهو الدوري ما اخدهوش. الزمالك محتاج لاعب رقم 6 بما لا يدع مجال للشك، محتاج لاعب رقم 6، لاعب تقيل يلعب في المكان ده، لان انت الرقم 6 محتاج تسليم وتسلم جيد. اهم حاجة في الشغلانة دي التسليم والتسلم. تستلم صح، تسلم صح، في المواعيد وفي الوقت المظبوط، واوعى حد يشوفك، خلي بالك من دي. محتاج قطع كورة جيد، ده ما بيحصلش. محتاج ضغط جيد، لعيب بيجري في كل انحاء الملعب، بيضغط كويس، بيعرف يستخلص الكورة. انت عندك مشكلة كبيرة في كل الكلام ده، ودي ظهرت في الشوط الثاني بشكل كبير جدا. ان شاء الله ما تلاقوش اللعيب ده ولا تجيبوه لغاية ما الاهلي يلعب الزمالك في السوبر الافريقي. الزمالك محتاج عناصر جديدة، محتاج العناصر الجديدة اللي دخلت تبدأ تدخل وتشارك. طبعا صعب في مباراة الإياب علشان مش متسجلين أفريقيا، لكن الزمالك محتاج يدخل الأجواء في الفترة الجاية. صحيح فترة قليلة جدا على السوبر، الاستعدادات للسوبر هتكون ضيقة، لكن ده قدر جوميز والمفروض يشتغل على ده. ما تستعجلش، هيشتغل على ده بس بعد ما يتغلب في مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي إن شاء الله. الناس الجمهور الزمالك بكل صراحة وصراحة شديدة قلقان من مستوى جوميز، قلقان من هدوء جوميز خارج الخطوط، قلقان من تغييرات جوميز اللي هي تغييرات تحصيل حاصل كلها.
لا، الزمالك محتاج إعادة تقييم وإعادة تقييم سريع للموقف خلال الفترة القليلة اللي جاية. طيب يعني انت عايز ايه؟ عايزهم يمشوا المدرب ولا يعملوا ايه؟ قول لنا لو عندك حل، قول لنا وهم يمشوا عليه. ما انت ليك كلمة مسموعة برضه، وانت راجل جهبذ عبقري، قول يعني. صحيح الزمالك شبه او يعني وضع رجل او وضع اعتابه على وقدمه على التاهل لدوري المجموعات في الكونفدراليه، مؤكد لان انت كسبت خارج ملعبك على البوليس الكيني الفريق المتواضع، فبالتالي في ملعبك ان شاء الله تكسب. يا عم رجل ايه ودراع ايه؟ ده فايز 1-0 والمباراة على كف عفريت، وشوط التاني زي الزفت لعبوا الزمالك. انت متوقع ان كده خلاص حط رجله في دوري المجموعات اللي بيبقى فيه حصالة؟ ده ربنا يستر عليه الفترة اللي جاية. صحيح في دوري المجموعات هتبدا تغير لعيبه، لكن الزمالك محتاج التغيير ده، لان التشكيل والاداء والتغيير في كارثه وكارثه حقيقيه. جمهور الزمالك مش هيستحمل الاداء ده. هيستحمل، اسمع مني بس الكلام اللي بقوله لك، هيستحمل وهتظهر المقولة بتاعت سنظل أوفياء. هيستحمل وهيتأقلم على الوضع وهو متعود عليه. مش هيستحمل المستوى اللي بيظهر بيه بعض اللاعبين. في بعض اللاعبين لازم نتكلم في اذن بعض اللاعبين خدوا فرص وفرص مهمه، لو ما استغلتش الفرص دي دلوقتي خلاص فرصتك منعدمه في الزمالك. كبروا لهم في ودنهم او هاتوا لهم ميكروفون واندهوا بصوت عالي، اندهوا بصوت عالي يمكن يسمعوا. ارجو ان الناس تفهم الكلام ده كويس. في نجوم كبار بيضيعوا الفرصه منهم. الفرصه حاليا موجوده، مش هتبقى موجوده بكره. في لعيبه عايزه اعاده نظر، عايزه تقعد مع نفسها. تيشيرت الزمالك او فانيله الزمالك تقيله عليهم، ما ينفعش. اعاده نظر والفانيلا تقيله عليهم، اكشفوا لهم نظر او هاتوا لهم نظارات. والفانيلا تقيله، هاتوا لهم حد يشيل لهم الفانيلا. خلي حد يشيل الفانيلا عنهم وهم بيلعبوا علشان يعرفوا يلعبوا كويس. اللي يلعب في نادي الزمالك ده نادي بطولات، نادي ما يعرفش الا البطولات، نادي دايما يبحث عن المكسب، دايما بيلعب على المكسب، دايما بيفكر في منصات التتويج. تصدق كلامك صح فعلا، الزمالك بيلعب على المكسب وبيلعب على الفوز وبيلعب علشان يوصل لمنصات التتويج. فعلا كلامك صحيح، بس يا ترى بيوصل على المكسب ده ازاي؟ لوحده ولا بمجهود الآخرين؟ والحاجة التانية، بيوصل المنصة، بس بيوصل المنصة من فوق ولا من تحت؟